الحوار. الله الله المستقبل شايف في عيون كل ولادنا، لجهودنا يا ناس هيكون اجمل والخير هيعم على بلادنا. الله الله المستقبل شايف في عيون كل ولادنا، لجهودنا يا ناس هيكون اجمل والخير هيعم على بلادنا. مصر الغالية ام الدنيا. لا ننسى دور رجال الأمن المتمثل في قوات الشرطة والقوات المسلحة في تأمين اللجان الانتخابية، وأيضا دورهم بيقومون بمساعدة الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى لكي يدلوا بأصواتهم في الانتخابات. وحاولوا المزيد من التفاصيل عن تأمين اللجان يكون معنا سيادة اللواء محمد راشد وكيل إدارة النجدة بالقاهرة. أهلا بيك معنا يا فندم. اهلا بحضرتك في يوم انتخابات باذن الله يكون فتحة خير لمصر، ويكون دايما في تقدم لبلدي في اللي بيحصل دلوقتي، لان ده عرس ديمقراطي. كيف يتم تأمين اللجان وكيف يتم التنسيق بين رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة في تأمين اللجان؟ تأمين اللجان بيتم مش من الصبح زي ما الناس بتشوف، لا ده من قبلها بيوم بيتم التأمين، بيتم رفع المكان، بيتم حضرتك تفتيش المكان تفتيش جيد قبل دخول المواطنين، ما يكونش في اي متعلقات متسابة، ما يكونش في اي حاجة. ثانيا مفتش مفرقعات بيمر وبيشوف المكان ايضا. بعد كده بيتم وضع بعض السواتر على اساس ان يكون الناس في طابور منظم. وبالنسبه لكبار السن وده الاهم بالنسبه لنا جدا، يكون في كراسي ويكون في بعض الدكك الخشبيه بيرتاحوا عليها. وما ننساش ان التأمين مش مجرد تأمين بس، لا التأمين ده ليه دور تاني خالص اللي هو الانساني، اللي هو خاص ببعض السيدات زي كبار السن. بعض السيدات مش قادرين يتحركوا، اعتقد ان شفتي اكتر من مرة ان احنا بنحاول نساعد على قد ما نقدر الناس دول، بنحاول يكون في استثناء ليهم، لان الناس نفسهم المواطنين بيقولوا ان هم ما يدخلوش معانا في طوابير، لا دول يكونوا قبلنا. الوزاره السنه دي في الانتخاب المره دي بعتت لنا كراسي متحركه بيتم دفعها بمعرفه افراد الشرطه، وبنخلي السيده اللي هي ما تقدرش او الراجل اللي ما يقدرش بنقدر نحركه احنا بمعرفتنا لحد ما نوصله لباب اللجنه، وبعد كده بيكون سلطه خاصه بالسيد المستشار للدخول واطلاق بصوته. طيب ما هي آليات التعامل مع أي تجاوزات تحدث داخل اللجان وأي برضو خروقات أمنية تحدث من جانب الجماعة الإرهابية؟ بالنسبة التجاوزات ده حاجتين، هل تجاوز إخلال بالقانون أو تجاوز جهل. يعني واحد جاي مش عايز يقف في طابور، عايز يدخل بسرعه على اساس استعجال، ما هو ده تجاوز. ده في الحاله دي انا بحتويه، ببتدي اتعامل معاه بنوع من الهدوء، ببتدي ده مواطن زيه بس ممكن ما يكونش فاهم ايه اللي بيحصل، فبالتالي بيتصرف تصرف بنعتبره تجاوز. احنا واخدين تعليمات وكذلك جميع الساده الضباط والافراد ان هو بيحتوي الموقف في حينه. بنحاول نسهل على المواطنين، بنحاول ان احنا مثلا نبعد عنهم الشمس، نحاول نفهمه ان اي حاجه بتحصل ده مش هيكون في صالح بلدنا، فبالتالي هو بيستجيب والمواطنين بتستجيب. بالنسبه للسؤال الاخر اللي هو خاص بالجماعه الارهابيه، لا ده بيتم تعامل تاني خالص، لان هو في الحاله دي بيحاول يضر بالعمليه الانتخابيه، بيحاول يضر بحياه مواطن، بيحاول يخل بالقانون باي شكل ما او تجاوز اصلا مخالف للقانون. في الحاله دي انا بتعامل معاه تعامل بيتم الضبط على طول والعرض على النيابه في حينه بما تم. طيب سؤال أخير، كيف يتم الاطمئنان على سلامة نقل صناديق الاقتراع؟ صناديق الاقتراع بتتم تماما. الحالة دي بيبقى السيد المستشار هو المسؤول عن الصندوق، هو المسؤول عن أوراق إبداء الرأي. زي ما حضرتك شفتي مفيش فرد شرطة ولا ضابط ولا اي واحد هيدخل اي لجنة. احنا صدر لنا تعليمات، اللجان خاصة بالسيد المستشار تماما من اول ما تبتدي اللجنة لحد بكرة بالليل ما يخلص الانتخابات، وكل مواطن يبدي برأيه هو اللي بيقوم بدوره بالاحصاء والفرز، ثم يتوجه الى اللجنة الرئاسية.
بمعرفة سيادته، والأوراق بتكون تحت إشراف سيادته شخصيا. انا بصراحه سعيده جدا ان انت اصبحتي بيبقى في حريه، وان انت ممكن تنزلي تنتخبي الرئيس وليكي مطلق الحريه تختاري ما بين اي رئيس فيهم يعني. طب في اي معوقات حدثت لك داخل او خارج اللجنه؟ لا بصراحه كلهم هنا متعاونين حتى مع كبار السن. هي تاني مرة جيت الصبح بس عندي جوزي عيان، رحت عملت له اكل وجيت تاني ومصر، ولو قالوا لي تعالي كل شويه حاجه وهزحف على ايديا ورجليا واجي عشان مصر وعشان بقى نعيش والبلد تفرح وتستقر ونعوض اللي فاتنا ونحط ايدينا في ايدين بعض، واللي يقدر يعمل حاجه يعملها وما يتاخرش، وكله يفدي مصر بروحه، ونفدي الجيش ونساعد الشرطه ولادنا واحبابنا واعزاء علينا. ومن قلبي بقول كل ده، ولو اقدر اقول اكتر لاقول. في أثناء تجوالنا اليوم في عدة مدارس محافظة الجيزة، الجميع متحمس للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم المقبل، متمنيين أن تعود مصر كما كانت أكثر هدوءا ونظاما، وتعود مصر الأمن والاستقرار. إيمان تركي، قناة القاهرة، التلفزيون المصري.